بأعلم من السائل. فقال جبريل: فما أشراطها؟ يعني هون سأل عن أشراط الساعة أو علاماتها، وتكلمنا يا إخواني أن الساعة علمها عند الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعلم الساعة وأهوال يوم القيامة إلا الله سبحانه وتعالى. وأهوال يوم القيامة تكلمنا أنها لن تقوم إلا على شرار الناس، لأنه بعد شروق الشمس من مغربها، وهي يعني كما قلنا إحنا من عدها أول علامة أو أول شرط من أشراط الساعة الكبرى شروق الشمس من مغربها. بعدها يعني يغلق باب التوبة، ثم تأتي الريح وتأتي الدابة تسوم الناس على خراطيمها مؤمن أو كافر، ثم تأتي الريح وتقبض أرواح المؤمنين. فكل أهوال يوم القيامة لا تقوم إلا على شرار الناس. قبل شروق الشمس من مغربها إخواني، هون نحن نتكلم عن خلينا نقول الأشراط التي تقدم لهذه العلامات الكبرى. يعني قد نسميها علامات الساعة الصغرى، ولكن في فترة من الفترات يعني بعد علامات الساعة الصغرى يأتي آخر الزمان. يعني إذا احنا بدنا نتكلم عن آخر الزمان، فآخر الزمان نستطيع وضعه ما بين أشراط الساعة الصغرى وما بين أشراط الساعة الكبرى، بيناتهم في عندي علامات الساعة الصغرى، عندي آخر الزمان، بعدين شو بتيجي علامات الساعة الكبرى. آخر الزمان إخواني تكلمنا ضمن آخر الزمان شو في عنا؟ في عنا جزء من آخر الزمان شيء اسمه وعد الله الحق، وهو وعد حق منه سبحانه وتعالى. تكلم سبحانه وتعالى في هذا الوعد في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنبياء: واقترب الوعد الحق. فكون الله سبحانه وتعالى يتكلم عن وعد حق، هل هناك مناص من هذا الوعد؟ لا يوجد مناص. يعني هذا الوعد آت لأنه وعد من الله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولكن إخوان، عندما نتكلم عن العلم الرابع، قلنا هذا العلم الرابع له أشراط الساعة. أشراط الساعة سواء تكلمنا في أشراط الساعة الصغرى أو آخر الزمان أو الوعد الحق أو أشراط الساعة الكبرى أو أهوال يوم القيامة، في أي منها تكلمنا، هذه كلها شو بنقول أهم منها شو هو؟ الحاضر اللي احنا بنعيشه. فالحاضر الذي نحياه بالنسبة لنا أهم من الغد الذي لا نعلمه. الحاضر بين إيديك وأنت مسؤول عنه، أما الغائب غدا فهو بأمر الله بعلم الله سبحانه وتعالى، ولن تسأل عنه إلا أن تحضر ويصبح حاضر. عشان هيك دائما نقول لا يجوز أن نضيع عمل اليوم في انتظار الغد، لا يجوز. هذه إخواني تكلمنا فيها كثيرا ومرارا، ولكن أذكر فيها كل مرة. شو بلاقي في التعليقات والتعقيبات والأسئلة والملاحظات، بلاقي إنه في ناس مالها تتعلق في الرؤى. لا يجوز أن نتعلق بالرؤى كأن الرؤى هي يعني كل ما تبقى لنا. لا إخواني، الرؤى إنما هي أمور نسميها المبشرات غير العمل. فلو سألنا أيهما أهم، العمل أم المبشرات؟ نقول العمل أهم. والله سبحانه وتعالى بشرنا: وبشر الذين آمنوا، بشرنا في الجنة، نحن مبشرين بالجنة. يعني ما في أي شك إنه الإنسان المسلم الذي يقول لا إله إلا الله بحق وبشروطها ويقوم بمستلزماتها إنه سيكون من أهل الجنة. عشان هيك إخوان، يجب أن لا نضيع اليوم ونحن ننتظر بالغد، ويجب أن لا نتعلق بالرؤى، إنما نتعلق بإيش؟ بالدين. يعني إن أنا بدأت أتكلم في درس، وهذا الدرس فيه قال الله وقال الرسول، أشرح فيه آية قرآنية، حديث نبوي، أتكلم فيه في موعظة، أذكر فيه، أمر بمعروف، أنهى عن منكر. واحد في الدرس أو في التعليقات يقول لي: يا شيخ أنت ضيعت الدرس وما حكيت لنا رؤى. كيف ضيعت الدرس؟ ما احنا بنقول قال الله وقال الرسول. شو بنقول؟ قال الله وقال الرسول، وبدلك على الخير عمالي في قال الله وقال الرسول. أما
أن تفترض أنه درسنا هو درس رؤى إخواني، هذا غير مقبول عندي بتاتا. وأنا أفضل عندي أني ألغي الرؤى كلها وأسكر عليها من أني أنا أشعر أني أنا تسببت أنه إنسان شو يسوي، يتعلق بالرؤى ويترك الدين. يجب أن لا نتعلق بالرؤى. الدين أساس، والدين هو الأهم. وأن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقوم بمتطلبات الدين أهم 100 مرة، أهم بكثير من أنك تتعلق بالرؤى. الرؤى ظنية وليست قطعية، وقد تحدث ولا تحدث. أما اليوم اللي بين إيديك فهو حادث، يعني أنت موجود بين إيديك، إيش عماله بيصير. ليش أنا أنتظر إشي بده يصير وأنا بين إيدي إشي عماله بيصير؟ أنو أهم، الماء اللي بين إيدي اليوم ولا الماء تبع بكرة؟ الماء تبع اليوم أهم بين إيدي. الطعام اللي موجود بين إيدي أهم لليوم. الذكر اللي موجود بين إيدي أهم لليوم. تلاوة القرآن الموجودة بين إيدي أهم لليوم. الموعظة الموجودة بين إيدي أهم لليوم. حياة اليوم إلي، بكرة الله أعلم أنا موجود ولا مش موجود. بكرة الله أعلم أنا من أهل الإيمان ولا الله سبحانه وتعالى يقلبني لأهل الكفر، مين بيعرف. عشان هيك نسأل ده من سبحانه وتعالى السلامة، إنه هو يطيل في أعمارنا على الخير، مش بس يطيل في أعمارنا على الخير، على ذكر الله، على كلمة لا إله إلا الله، على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحسن ختامنا ويميتنا على الدين ويرحمنا بلا إله إلا الله. عشان هيك إخوان أحيانا أضطر وللأسف بقول إني أنا أقيم من صفحتي أو أحضر من هذه الصفحة أناس أراهم تعلقوا التعلق الكبير بإيش؟ بالرؤى. أنا هذا الشيء لا أحب أن أشعره في متتبعيني، يعني الناس اللي عمالها. إذا أنت فعليا بتحب إنك أنت تتبعني، بتحب إنك أنت تسمع درسي، بتحب إنك أنت تشوف إني أنا مبسوط منك، شو لازم أحس؟ لازم أحس إنك أنت ماشي في قال الله وقال الرسول. هذا المهم. هلا إذا أنت جمعت مع قال الله وقال الرسول مبشرات ومنذرات من هذه الرؤى لا بأس، ولكن تترك قال الله وقال الرسول وتقول إن الرؤى أهم من الدرس، فهذا غير مقبول بتاتا عندي. عشان هيك يا إخوان إن أنا أرجوكم رجاء حار إنه إحنا نرتب أولوياتنا من جديد، نرتب أولوياتنا من جديد، وأن نتعلق بالدين، وأن نعلق أنفسنا برحمة الله سبحانه وتعالى، أن نتعلق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وإحنا بالذات إخواني أهل بيت المقدس، أهل بيت المقدس، يعني حبذا لو إنه إحنا نجتمع على المسجد الأقصى، حبذا. يعني إحنا لما ندخل المسجد الأقصى بالأخص يعني في أوقات المغرب والعشاء أو الفجر، ونشوف العدد القليل من الناس اللي عماله بحضر الصلاة، يعني هذه حقيقة يعني شغلة يتفطر لها القلب وينتزع لها الفؤاد، يعني شغلة محزنة جدا جدا جدا. يعني أنت تحزن عندما ترى العدد القليل أو قلة قليلة من الناس تركت هذه الدنيا وتركت معاشاتها وتركت بيوتها وجاءت إلى المسجد الأقصى ترابط وتصلي في المسجد الأقصى، تذكر الله، تقرأ القرآن، تجلس في حلقة علم. يعني إخواني في المناسبة نذكر أنه إحنا في المسجد الأقصى، خلينا نقول في بيت المقدس، في الأرض المقدسة، ينازعنا على المسجد الأقصى بني إسرائيل. بنو إسرائيل الله سبحانه وتعالى أدخلهم إلى الأرض المقدسة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الله سبحانه وتعالى جابهم من الدنيا كلها، لفت الدنيا كلها وسحبت ونسلت بني إسرائيل من كل أساقع الأرض، والله سبحانه وتعالى أحضرها إلى بيت المقدس. هلا موجودين إحنا وبني إسرائيل في الأرض المقدسة، وكلانا بقول نحب المسجد الأقصى. يعني اليهود حاليا لو صح لها أنها تاخذ المسجد الأقصى ما بتقصر،
يعني أنا جاي إلى المسجد الأقصى على باب الغوانم في 4 أو 5 بنات يهوديات حاملين التوراة وبيقرأوا التوراة فين؟ على باب المسجد الأقصى. طيب هدول إخوان، نسأل سؤال بصراحة ونجيب عليه بصراحة. لو أن أبواب المسجد الأقصى فتحت لليهود انهم يدخلوا في كل وقت وكل حين وانهم يصلوا معنا في المسجد الاقصى، نسال كنسبه وتناسب، اكم من مسلم راح يكون في المسجد الاقصى واكم من يهودي راح يكون في المسجد الاقصى؟ راح نلاقي انه امتلأ المسجد الاقصى في مين؟ في اليهود. طيب ليش؟ هل اليهود او هل عقيده اليهود اصح من عقيدتنا؟ هذا السؤال. مين الدين صح؟ هل انتسخ الإسلام باليهودية ولا انتسخت اليهودية بالإسلام؟ مين الدين أجا بعد؟ مين آخر الأنبياء والرسل؟ هل سيدنا موسى هو آخر الأنبياء والرسل؟ هل سيدنا داود آخر الأنبياء والرسل؟ هل سيدنا سليمان آخر الأنبياء والرسل؟ كلهم أنبياء، ولا نفضل بعضهم على بعض ولا نفضل واحد فيهم على الآخر، ولكن نتكلم عن ناسخ النبوات. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول سبحان الذي أسرى بعبده، مين؟ سيدنا محمد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني المسجد الأقصى ارتبط باسم مين؟ ارتبط باسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عشان هيك إخواني يعني يحزنني إنه إحنا المسلمين اللي مسموح لنا ندخل للمسجد الأقصى نأتي بقلة قليلة جدا، عدد قليل من المسجد الأقصى، في حين يعني المؤلم مش المحزن، المؤلم جدا معرفتنا انه لو فتحت هذه الابواب لاصحاب العقيدة الخطأ، احنا بنقول خطأ لانه القرآن علمنا انه عقيدتهم وتوراتهم حرفت وزورت وان هم مش ماشيين على كلام الله سبحانه وتعالى كما يجب. يؤلمني جدا اني انا يعني شبه متأكد انه لو فتحت ابواب المسجد الاقصى لاصبح عدد الداخلين الى المسجد الاقصى من اليهود اكثر بكثير من عددنا احنا المسلمين. هون اخواني هذا انما يشكل ناقوس خطر يجب ان يدق في رؤوسنا وفي عقولنا وفي قلوبنا وفي وجداننا وفي افئدتنا وفي لبنا، في داخلنا من الداخل من جوا. يجب ان نترك هذا الناقوس، ناقوس خطر. نحن في خطر، نحن في خطر. لا اقول المسجد الاقصى في خطر، المسجد الاقصى هذا بيت الله عز وجل، وما يضر الحجاره وما يضر الاراضي، شو اللي بضرها؟ ولا اي شيء. مين اللي بخطر؟ الذي يبتعد عن بيوت الله عز وجل هو اللي بخطر. إذا أنت فضلت الدنيا على بيت الله عز وجل أنت اللي بخطر، مش بيت الله سبحانه وتعالى اللي بخطر. فأنت في خطر عظيم محدق إنك أنت تبتعد عن الله عز وجل وعن ذكر الله بابتعادك عن بيت الله. لنأخذ هؤلاء البنات الذين يحملون التوراة ويقفون على الأبواب يعني رجال الشرطة تقف حاجز تمنعهم من الدخول، نأخذهم قدوة. خلينا نأخذهم قدوة، نأخذ أعداءنا قدوة. لا، المجيء إلى المسجد الأقصى يعني ما بتدب فينا الغيرة والحمية لما نشوف هؤلاء يتمنوا دخول المسجد الأقصى وانت قادر انك تجي للمسجد الأقصى وجالس في بيتك. بتدبش في بقلب الغيرة والحمية اني اجي ارابط في المسجد الأقصى؟ احنا يا اخواني نتكلم عن مجيء تيجي للمسجد الأقصى، تصلي في المسجد الأقصى لأنه هذه مصلحتك. مجيئك ودخولك إلى المسجد الأقصى وصلاتك في المسجد الأقصى من أعظم الأعمال على الإطلاق، أعظم الأعمال على الإطلاق. كيف أنت بتترك أعظم الأعمال؟ كيف أنت بتترك أفضل البيوت، بيوت الله سبحانه وتعالى؟ ومش بس أفضل البيوت، أفضل بيت من 3 بيوت على وجه الأرض. يعني ما في أعظم من هاي البيوت ال3: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى إخواني هذا المسجد هو أولى القبلتين. يعني
أول صلاة حدثت على وجه الأرض صلى فيها إنسان اللي هو آدم صلاة لله عز وجل، فين وجه وجهه؟ فين وجه وجهه؟ إلى المسجد الأقصى. يعني اطلع على المسجد الأقصى شو قال؟ يا رب، وبدأ يصلي للمسجد الأقصى. قال الله أكبر، كبر وهو ينظر إلى المسجد الأقصى. فكيف نترك المسجد الأقصى يهجر ونحن أحياء؟ كيف إحنا من قلوبنا نهجر المسجد الأقصى ونجلس في بيوتنا؟ يعني واحد ممكن يقول لك والله هلا النهار قصير والليل طويل وأنا ما بلحق أروح من شغلي إلا الصلاة مخلصة. يعني هذه إخواني صدقوني مجرد أعذار، نحن نتعذر بهذه الأعذار. يعني لو سألنا سؤال كالآتي وقلنا إنه هلا وأنت موجود بآخر الدنيا اتصلت فيك زوجتك، شو قالت لك؟ قالت لك يا فلان بيتك يحترق، بيتك يسرق، بيتك يهدم، أو بلاش ابنك مريض، ابنك وقع، ابنك انكسرت اجره، ابنك لازم يروح على المستشفى، شو بتسوي؟ مش بتترك الدنيا كلها وبتيجي ركض عشان تحل مشكلتك؟ هذا بيتك الدنيا والحجارة، فما بالك لما احنا نتكلم عن بيت الله عز وجل. السلام ورحمة الله. فما بالك لما نتكلم عن بيت الله سبحانه وتعالى ونقول لك بيت الله ينتظرك فاتح ذراعيه، يقول لك تقدم. الله سبحانه وتعالى يناديك وبقول لك تعال على بيتي عشان أنا أغفر لك، عشان أنا أعطيك، عشان أنا أثيبك وأرفعك درجات في الجنة. إخواني يعني لربما صار ضروري جدا إنه إحنا نعيد حساباتنا مين أهم وإيش أهم، ونفكر بجدية في المسجد الأقصى، لأنه يعني إحنا في آخر الزمان وهذا آخر المعاقل على الإطلاق قبل ما تيجي غضبة الله سبحانه وتعالى. فإما إنه إحنا نفرط في هذا المكان فتأتي غضبة الله ونحن مفرطون، أو إنه إحنا يعني ننصر بيت الله سبحانه وتعالى فيأتي نصر الله سبحانه وتعالى ونحن ننصر الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طيب إخواني، نبدأ في الرؤى. وكما قلنا إخواني إحنا درسنا يعني في الأصل هو قال الله وقال الرسول، واللي بيعنينا من هذه الرؤى إنها مبشرات أو منذرات من الأمور المستقبلية. الرؤى ظنية وليست قطعية، ولا يترتب عليها أحكام شرعية، وقد تحدث وقد لا تحدث، ودائما نقول فيها الله أعلم. عشان هيك إخوان لا نتعلق التعلق الكامل في هذه الرؤى، إنما نأخذها من باب الاستئناس أو الاحتراز. يعني إما إنه إحنا نتفاءل خير في شيء قادم، أو نحضر أنفسنا للشر بأن نأخذ الاحتياطات لمنع حدوثه، إنما لا تتسبب هذه الرؤى ولا بأي حال من الأحوال أن أضيع اليوم وعمل اليوم وعبادة اليوم. ونذكر إخواني مرة أخرى، الرؤى ظنية وليست قطعية، ولا يترتب عليها أحكام شرعية، ولا نتعلق بالرؤى بحيث نضيع عمل اليوم. اليوم أهم من الغد. صلاتك، صيامك، قيامك، ذكرك ورباطك، برك لوالديك، أمرك بمعروفك، نهيك عن منكرك، علاقتك بأبنائك، زوجتك، جيرانك، أحبابك، أصدقائك، بيعك عبادة، شراءك عبادة، معاملتك عبادة. كل هذه الأمور شو مالها؟ هذه بين إيديك، وهي أهم من الرؤى. فيجب أولا الانتباه والالتفات إلى كل هذه الأمور والانتهاء منها، لأنه هي المهمة. ثم بعد ذلك نفكر في الرؤى أو نأخذ الرؤى أو نتوجه للرؤى، لأنه ما بدنا نضيع اليوم ونحن ننتظر الغد. اليوم بأيدينا والغد بيد الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى اللطف فينا في يومنا وغدنا
إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا، وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير ويبارك بأموركم إن شاء الله.